مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من يفوز. في هذه الحلقة نرصد الجولة 21 من مسابقة الدوري. دخل فريق الشباب متذيل ترتيب الدوري مواجهته في الجولة 11 أمام الرفاع، حيث يطمح الشباب إلى كسب نقاط المباراة لإحياء آماله في البقاء مع الكبار، فيما يدخل الرفاع المواجهة من أجل تأكيد عودته القوية للمنافسة. الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة من لاعبو السماوي من خلال الاستحواذ على الكرة والوصول للمرمى الماروني، بما اعتمد الشباب على الكرات المرتدة. كما شهد هذا الشوط هدفين لكل جانب، بعد أن استطاع محترف الشباب السوري محمد سليم من افتتاح التسجيل، عدله المدافع الرفاعي الشاب محمد دعيج.
كابتن دقيقة 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 بس دقيقة. كابتن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، شو اللي قاله المدرب في بين الشوطين؟ يعني أهم شيء التركيز، يعني الفريق ماشي صح بس يبغى لنا تركيز أكثر إن شاء الله. إن شاء الله محتاجين النقطة أو الثلاث؟ لا أكيد الثلاث إن شاء الله بنطلع بها إن شاء الله حبيبي. كابتن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي وكان الشباب متقدم عليكم وقدرتوا ترجعون، الشوط الثاني شو اللي راح يختلف بالنسبة حق نادي الرفاع؟ انت اكيد شفتوا المباراه. اعتقد ان التسرع اللي كان في لاعبينا في ضياع الفرص والتسرع في فقدان الكره خصوصا في الثلث الهجومي، هذا اللي اثر علينا، وخصوصا افتقادنا حق اللمسه الاخيره حق المهاجمين. اعتقد ربعنا بيدشون مركزين خصوصا في الشوط الثاني، وراح يستغلون الفرص وراح نطلع ان شاء الله بالفوز ان شاء الله. فوزين متتاليين، هل راح يوقف اليوم؟ لا اعتقد عندنا ثقه في لاعبينا وراح نفوز ان شاء الله في ذي المباراه. الشوط الثاني شهد هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع لصالح الرفاع عن طريق اللاعب حسين سلمان، ليحقق بذلك السماوي فوزه الثالث على التوالي وسط تراجع مستمر للكتيبة المارونية. بطموح العودة لسكة الانتصارات، دخل فريق البسيتين متصدر الدوري مباراته في الجولة 11 أمام المنامة، وذلك من أجل تحسين الصورة التي بدأ عليها في آخر مواجهتين. في المقابل يأمل المنامة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي. ومع بداية الشوط الأول استطاع البسيتين من إحراز هدف التقدم مبكرا، حينما تمكن لاعبه عيسى قالب من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة. بعد الهدف تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، حيث تحصل كلاهما على عدد من الفرص السانحة للتسجيل، ولكن دون فاعلية هجومية في المقدمة. فرصة خطرة ضاعت فعلا على خط الست ياردة، فرصة خطرة ضاعت على خط الست ياردة. محمد عاشور في الدقيقة 27. محمد الشملان، هذا خليفة الزياني، عيسى غالب بيلعبها بشماله عالي داخل 18 ياردة، مكان خطر توصل لمحمود زعتره والجول، حط الجول، الله خطرة هذه يبعدها على طول المدافع، يبعدها، فرصة كرة توصل جهة الشمال. شمراني بيحاول يحصل الشمراني، خطره بيحط الجول، حط الجول، الله حلوه حارس المرمى، حلوه حارس المرمى وهاردك محمود جاسم. ركله ركنيه 60. عيسى غالب بيلعب داخل 18 يارده، بالتهيأ بيحطها بيلعبها لويس حارس المرمى، كره حلوه بيلعبها لويس البرازيلي. شوف خلينا نشوف الاعاده، عطها يعقوب، عطنا اياها الحدان ذوادي، عطنا كره لويس، شوف لويس، شكرا لحدان. وقبل نهاية الشوط الأول ب5 دقائق استطاع المنامة من تعديل النتيجة بعد هجمة منظمة ليسجل هاني البدراني هدف التعادل لفريقه. مسعود خطرة جول هدف التعادل على طول توصل لي هاني البدراني، هدف التعادل. بعد الهدف لم تشهد أي محاولات خطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. وفي الشوط الثاني افتقد الفريقان إلى التركيز في اللعب،
وبالأخص في الجانب الهجومي، مما جعل المدربان يفكران بعدها بعمليات التغيير. بيعكس داخل 18 يارده، حط الجول، خطر هذه الله حلوه، حارس المرمى حسين حرم. حسين حرم كرة بيحصلها، شوف خد كرة من امام هاني البدراني والمدافع ايضا. وفي الدقيقة 65 عاد المتألق هاني البدراني لزيارة الشباك البسيتينية بعد أن استطاع من إضافة الهدف الثاني للمنامة. محمد مكي منامة بيلعبها جهة اليمين، مسعود بيلعبها البدراني، هدف ثاني للبدراني في الدقيقة 21. في الدقيقة 21 هاني البدراني، هاني منامي البدراني 2-1 الآن، 2-1. ولم تدم الفرحة المنامية طويلا بعد أن استطاع المدافع البسيتيني البرازيلي فابيو من إدراك هدف التعادل برأسه بعد دقيقتين فقط. لأن الفرق تأتي بعدين. رأسية جول الله، فابيو البرازيلي بيسجل التعادل في الدقيقة 22. فابيو كرة رأسية حصلها، شوف الركلة ركنية، فابيو لعبها براسه، تابعها المدافع وادخلت المرمى. شوف عيسى غالب، فابيو البرازيلي لعبها براسه أرونا، والكرة تعانق الشباك. 2-2 الشوط الثاني. وحاول كلا الفريقين في إضافة الهدف الثالث من خلال عدة فرص، ولكن لم تستغل بالشكل المطلوب. عبد الكريم فردان، المنامة والبسيتين. المنامة صاحب 13 نقطة، والبسيتين متصدر الدوري برصيد 24 نقطة. وركلة حرة وخلاص راح يصفر حكم مباراة. لينتهي اللقاء بتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين مقابل هدفين. أعزائي الرياضيين متابعي قناة البحرين الرياضي في كل مكان، بيصفر حكم مباراة. كابتن، التراجع لا زال مستمر من نادي البسيتين، واليوم طلعتوا بتعادل، كنتم متقدمين في البداية ولكن عليكم التعادل. بس الفريق لعب مباراة جيدة، ونادي المنامة لعبوا مباراة يعني رائعة بعد، فالنتيجة أعتقد أن التعادل يعني بين الفريقين هي النتيجة العادلة. بس كابتن ممكن ترجعون للمركز الثاني في حال فوز المحرق؟ الدوري وفي مباريات، وإذا فازت المحرق بعد الله يوفقهم، وإذا فزنا احنا الله يوفقنا، أي فريق يفوز الله يوفقه إن شاء الله. بالتوفيق. شكرا. كابتن، كنتم متقدمين في الشوط الثاني، سجلتوا ورجع عليكم الجول سريع، الجول الثاني، شو السبب التراجع؟ والله أنا أعتقد أنه هنا يمكن نقص اللياقة شوي في الفريق، يمكن لاعبين صغار قايل لك من الفترة اللي فاتت. والله احنا قدمنا أداء جيد، كان بإمكاننا نفوز، ضيعنا فرص وايد. أعتقد كنا نستحق المباراة، لعبنا وقاتلنا نهاية المباراة، ما الله وفقنا، كل لاعب الفرصة اللي ضيعها رقم 4 أحمدي، والله أعتقد يعني المفروض ناخذ المباراة، بس ما الله وفق، الحمد لله على النقطة، الحمد لله. وتركي، اليوم كنتوا قادرين تاخذون 3 نقاط، ولكن النقطة هل ترضيكم؟ والله الحمد لله على كل حال. أعتقد يعني أنت تتكلم على واقع مباراة، أعتقد يعني بعد إحنا نحترم البسيتين فريق متصدر، ولكن معطيات المباراة كانت مفترض أن ناخذ 3 نقاط، ولكن الحمد لله على كل حال. أعتقد أنه يعني حتى النقطة بالنسبة لي يفوز لما تلعب مع فريق متصدر. أعتقد الفريق جدا صغير في البناء، وهاي يحسب لي إدارة المنامة والعاملين في نادي المنامة، لاعبين نقول لهم شكرا، قدموا مباراة تكتيكية أعتقد على مستوى عالي، ولكن طبيعة كرة القدم في النهاية أحيانا أنك ما تستغل الفرص، وهذه طبيعية. أعتقد الفريق كلش جدا صغير يحتاج حق خبرة، ولكن نحمد على كل حال. كابتن، اتوقع المنامه بدا يعني يوصل لمرحله متطوره اكثر من الدور الاول. والله الحمد لله على كل حال، احنا يعني قلت لك يعني فريق صغير، واداره المنامه مهتمه، واللاعبين مركزين، واعتقد عندنا نعيش وضع مثالي من خلال الجو
كنادي وكجهاز في استقرار وفي حرفيه في اللعب. اعتقد هي ذي العناصر هي تنتج عن اداء اعتقد، وان شاء الله نستمر، يعني تونا في البدايه وان شاء الله نستمر. في مواجهة مكررة التقى فريقا البحرين والمالكية في أقل من أسبوع بعد أن تواجه الفريقان في دور 16 من بطولة أغلى الكؤوس. ابو صقر، اقل من اسبوع تواجه نفس الفريق اللي غلبك وطلعك من بطوله كاس جلاله الملك، انت قلت لي حققت استفاده في ذيك المباراه، هل الاستفاده راح نشاهدها اليوم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا انا خسرت من المالكيه يمكن المباراه اللي فاتت، يمكن عندي نقص انا توقيف عندي 2 أو 3. اليوم ان شاء الله ردوا هذول اللاعبين الثلاثه، هاي مو شرط اني انا خسرت انه عندي نقص، لكنه ما عليه. اليوم ان شاء الله انا لازم يعني باذن الله احقق الفوز، لان اذا حققت الفوز ابتعد عنهم يمكن 6 نقاط عن ذي الفريق، فان شاء الله الله يوفقنا ونحقق الفوز اليوم ان شاء الله. كابتن، خصوصا ان الفرق كلها جربه من بعض، فانت اتوقع تتمنى الفوز في هذه المباراه. طبعا ما حد ما يتمنى الفوز، لكن احنا نتمنى الفوز لكي نوصل تقريبا. احنا اذا خذينا 3 نقاط يمكن احنا نوصل للمركز السادس، طبعا احنا الثامن يمكن نوصل للسادس حاليا، واذا فزنا انا ان شاء الله انا متفائل بهذه المباراه، ان شاء الله اخذ ذي 3 نقاط واوصل المركز السادس. لو وصلت السادس في كلام ثاني بعدين ان شاء الله. نبي نعرف هالكلام، ما نقدر نعرفه الحين. والله هاي الكلام ان شاء الله، بس خليني اعدي ذي المباراه بتيني عقب بقول لك ذا الكلام ان شاء الله بعدين. كابتن يعطيك العافيه. عافيك حبيبي. كابتن، اليوم مواجهتكم تواجهون نفس الفريق اللي واجهتوه في كاس الملك، المباراه اليوم راح تختلف والتكتيك راح يختلف؟ اكيد، يعني الكاس له حساباته والدوري له حساباته، يعني احنا مواقفنا صعب يعني في المراكز الاخيره احنا يعني نفس الفريق البحرين. اعتقد المباراه صعبه يعني بتكون. اتوقع واجهتوا صعوبه في اخر الدقائق في ذيك المباراه. طبعا مباريات كؤوس، يعني هو مدرب البحرين يعني ما حب يخسر، يعني ما خسران شيء، يعني راح على الهجوم، يعني احنا تراجعنا، شيء طبيعي يعني يكون في المباريات. اليوم عبد علي وجه لكم الخطه، راح تكون هجوميه، راح تكون على المرتدات، كيف راح تكون؟ لا، نفس السيستم اللي نلعبه في المباريات اللي قبل راح نلعبها لهالمباراه، يعني ما في تغيير يعني في طريقه اللعب او شيء ثاني، يعني نفس السيستم اللي ناخذه في المباريات راح ناخذه في هالمباراه. المباراة منذ بدايتها شهدت الإثارة حين بدأ الفريقان اللقاء من دون مقدمات، واستطاع محترف المالكية إيلي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 3 فقط.
حاول بعدها لاعب البحرين تعديل النتيجة من خلال خلق العديد من الفرص والتي لم يستثمرها بالشكل الجيد، وذلك رغم الطرد الذي حصل للفريق للاعب سلمان سعد بعد كرة مشتركة مع الملكاوي إيلي. واستطاع في الشوط الثاني الأردني أحمد الشقران من إحراز هدف التقدم رغم النقص العددي، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما. بعنوان البحث عن الصدارة، دخل فريق المحرق مواجهته مع النجمة في الجولة 11 بحثا عن خطف الصدارة من البسيتين. في المقابل دخل النجمة باحثا عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي. في لقاء ننتظر منه الكثير، في لقاء يجمع المحرق والنجم، ومثل ما ذكرت في الأسبوع 11. الشوط الأول ومنذ بدايته شهد ضغطا محرقاويا بغية في إحراز هدف مبكر، واستطاع حسين علي من إحراز الهدف الأول بعد 3 دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة رائعة من الشاب علي قالب. توصل لعلي قالب، علي قالب لعب للامام، لا وجود للتسلل، هنا محاوله وحسين علي بيله ياخذ كورته والكوره جول، جول اول للمحرق، جول اول للمحرق في كوره اللعبه سريعه ولا وجود فيها للتسلل، والانطلاقه تاتي من حسين علي بيله ضارب الدفاع النجماوي وتقدم بشكل رائع في كوره بالفعل مر فيها ووضعها بعد ذلك داخل الشباك. شاهد هنا التمريره لا وجود للتسلل، هناك لاعب مغطي نعم في الجهه اليسرى، حسين علي تقدم شاهد المرمى، حاول معاه العجيمي. بعد الهدف استمر المد المحرقاوي من خلال الضغط المتواصل وسط تراجع قريب من لاعبي النجمة. استلام وبعد ذلك العرضية تهيأت هناك يسارية، هو مرت تمريرة اللي علي قالب اللاعب اللي يتقدم الآن ويلعب العرضية والابعاد من علي خليل، كورة وتسديدة راحت على طول إلى ركلة مرمى. وواصل بعدها الشاب قالب التألق بتمريره كرة عرضية للنيجيري أوتشي، والذي أودع الكرة بسهولة داخل الشباك. إلى مباراة الدوري والمباريات المحلية بمعنوية عالية، وهنا الكرة العرضية وأوشي استلام كرة، جول
الثاني للمحرق في كورة فيها لمسة رائعة ومجهود رائع في الجهة اليمنى، اعتقد عن طريق اللاعب الشاب علي قالب ايضا. نعم شاهد علي قالب مرور بشكل رائع، وهنا نظرة وهنا التمريرة وهنا الاستلام، وبعد ذلك حط على يمين حارس المرمى محمود العجيمي، ومسجل ثاني اهداف المباراة للمحرق في الدقيقة 16. يبحثون عن العودة إلى المباراة والبحث عن ردة الفعل الهجومية. كرة العرضية وخروج سيد محمد جعفر سيد المرمى. وفي الدقيقة 26 عاد حسين علي لزيارة الشباك من جديد مسجلا الهدف الثالث للكتيبة المحرقاوية. اليسرى لفوزي عايش. فوزي استلام، انتظار، تقدم، محاولة خذوا هات وانتم بشكل رائع. فوزي عايش يتقدم والكرة العرضية، محاولة كرة ثالث يأتي عن طريق حسين علي في كرة، ونعم الكرة تأتي بعرضية وحسين علي بلمسة فنان يضعها داخل الشباك في الدقيقة 26. في الدقيقة 26 حسين علي شاهد العمل هناك في الجهة اليسرى، وبعد ذلك العرضية، وهنا بدون أي متابعة دفاعية حسين علي على طول يحطها داخل الشباك. هو على التنفيذ يلعبها هناك، ومحاولة والإبعاد برأسية من اللاعب علي قالب. عادت أحمد مزع، عرضية سهلة في يد حارس المرمى سيد محمد جعفر. بعد الثلاثة أهداف للمحرق لم نشاهد أي ردة فعل حتى الآن من جانب لاعبين نجمة في الناحية الهجومية. هنا الانطلاقة، هنا العرضية، والشاهد الثغرة والمساحة الواضحة في دفاع النجم، وكورة راحت. نعم الدفاع النجماوي يعاني في هذه المباراة، والمساحات نعم موجودة حاضرة للاعبي المحرق، استقلوا منها 3، ولكن في الرابعة راحت من أوشيل بدوره. تحصل بعدها النجماوي محمد الطيب على كرة انفرادية وقف له السيد محمد جعفر بالمرصاد، وسط احتجاج النجماوي مطالبين بركلة جزاء رفض احتسابه حكم المباراة علي السماهيجي. راحت ممكن إلى ركلة مرمى. نعم ما استغل بشكل سليم محمد الطيب في كرة لعبت خلف المدافعين. نعم هنا تأتي الانطلاقة، ولكن بعد ذلك نعم الاستلام ما كان بالصورة المطلوبة، هو لعبها لنفسه، طالت وراحت، والالتحام في وجهة نظري البسيطة ما كان حاضر. حسين السعودي، مارسيو ماركوس، عبد الرحمن يوسف، راشد بدر سوار، وعبد العزيز محمد، وايضا ابو بكر ادم. هنا المرور الهاجري، يا سلام كرة حلوة خذاها، ولكن بعد ذلك عادت والطيب يكسب منها ركنية. هنا الكابتن عبد الحميد الكويتي والنظرة إلى أرضية الملعب. ومع استمرار المحاولات المحرقاوية تمكن النيجيري أوتشي من إضافة الهدف الرابع مستقلا الارتباك بين مدافعي النجمة. وتغيير المراكز، وهنا الكرة إلى ما باتجاه أوشيه، كرة فيها هدف رابع. نعم الهدف الرابع يأتي على فرحة الهدف من أوشيه في الدقيقة 38. في الدقيقة 38 أوشيه، ياهي مباراة هجومية، ياهي أهداف محرقية تهز الشباك النجماوية. نعم رباعية للمحرق، رباعية تعلن عن معاناة حقيقية للنجم الشاهد. هنا الكرة الماضية والتمريرة محمود جلال من لمسة أولى، تبديل أول وورقة أولى من جانب الكابتن عبد الحميد الكويتي. دخول أبو بكر آدم، دخول أبو بكر آدم بعد 4 أهداف هزت الشباك النجموية في محاولة لتعديل الأمور. كابتن الشوط الاول رباعيه اعتقد شوي كبيره، يعني شو اللي قال للاعبين المدرب يعني خبرهم بين الشوطين؟ احنا بالعكس فريقنا ما كان مركز من بدايه المباراه، والمدرب نبههم انه لازم يركزون، خاصه فريق محرق بدايه المباراه، يعني مو بس المباراه دائما محرق بدايه المباراه يسوي بريس عليك على اساس انه يشتغل، يحاول انه يسجل هدف على اساس يرتاح ويبتدي يلعب.
كل ما يتاخر فريق محرق هجوم محرق يتاخر في التسجيل يكون في صالح الفريق الثاني. احنا اسلوب محرك كذي بس ما كان في تركيز. الهدف الاوليه والهدف الثاني الحقه بدقائق، فابتدت المباراه راحت من يدنا، بس حصلنا فرصه هذا انفراد بس ما الله كتب ان نسجل على اساس نرجع للمباراه. استغلوها محرق بكره مرتده، ضربوا المدافعين كره بين المدافعين والحارس، كان ما كان في اللي هو اسلوب التواصل بين بعض، وطافت الكره من المدافع والحارس وتسجلت علينا بهدف ثالث سهل. كان المفروض احنا نرجع المباراه من الانفراد اللي حصلت طيب، وبعدها صراحه حصلنا احنا ضربه جزاء عن طريق ايمن الهاجري، بس ما ادري يمكن الحكم الرؤيه عنده ما كانت واضحه ولا شيء. فان شاء الله الشوط الثاني على الاقل يرجع الفريق كسمعه فريق نادي النجمه، يعني النتيجه هم محرق مو متوقعينها قبل الجمهور يعني ان تكون النتيجه، بس هذه كره القدم ساعات الفريق تمر بحاله ان تكون في عدم تركيز، وصار اللي صار عندنا اليوم. وان شاء الله الشوط الثاني نقدم عرض يليق بسمعه نادينا نادي النجمه. نادي النجمه الكل يعرف انه من الانديه الكبيره في البحرين، وما افتكر النتيجه اللي صارت انها تستحقها، لكن بعد المهاجمين استغلوا الفرص وهذه حق من حقوقهم وسجلوا الاهداف. وان شاء الله احنا الشوط الثاني مثل ما قلت لك نقدم عرض يليق بسمعه نادينا وتليق انها كاحد مباريات الديربي يعني عندنا في الدوري. الشوط الثاني شهد تحسنا من الجانب النجماوي، وذلك من اجل تصحيح الصوره السيئه التي ظهر عليها في الشوط الاول. ويشارك في هذه المباراه كره توصل ضياء السيد سعيد، محمود جلال بالقدم اليسرى تسديد مرت راحت خذ القرار وسدد بالقدم اليسرى على طول. عمر عبد الوهاب يلعب العرضيه، عادت وتسديد هذه مرت تسديده على طول خذها بيمينه. ايمن الهاجري يحاول، اللاعب اللي حقق الدوري اليمني في الموسم الماضي مع الشعب اب، واللاعب اللي على فكره تواجد في الدوري الايراني. وبعد مضي 7 دقائق تمكن اليمني أيمن الهاجري من إحراز أول الأهداف للنجمة بعد كرة عرضية من نايف الكويتي. والعرضية واللمسة كورة جول، جول الأول يأتي عن طريق أيمن الهاجري، اللاعب اللي يقلص الفارق في الدقيقة 7. أيمن الهاجري يسجل الهدف الأول ويقلص الفارق بعد كرة عرضية اللعبة من نايف كويتي. وتوني كنت اتحدث عن اللاعب ايمن الهاجري اللي على طول بعد الحديث عنه يظهر ويبان. واستمر بعدها الضغط النجماوي من خلال تكثيف الضغط على المرمى المحرقاوي، فيما اعتمد المحرق على الكرات المرتده. الفرصه من جانب حكى المباراه، الانطلاقه موجوده، العرضيه لراشد جمال كوره مرت وراحت الى ركله مرمى. شاهد هنا العرضيه هنا الاستلام وبعد ذلك التسديده مرت بالهجوم الجانب لاعبي الفريقين. فوزي عايش هو على التنفيذ يلعبها عرضيه محاوله والابعاد بعد ذلك لمع دخول محمود عبد الرحمن تحول في منتصف الملعب بجانب محمود جلال وعلي غالب. الان هناك التقدم والعرضيه وكوره في اللمسه الاولى كاد الظهور الاول ياتي بهدف لمحمود عبد الرحمن. نعم في الكرة الماضية الوصول الأول وعلي قالب والعرضية ورينجو حاول. فوزي عايش هو المتخصص يلعبها عرضية راسية وبكر عادت ضياء السيد سعيد تسديده. يا سلام على الكرة الماضية ولكن لم تزور الشباك النجماوية ولم تسفر جميع المحاولات فيما تبقى من الشوط الثاني على ما هو جديد، لتنتهي المباراة بفوز المحرق ب4 أهداف مقابل هدف، وليخطف الذيب صدارة الدوري. انتظار وتمرير لمحمد عبد العزيز لبدوره، الانطلاقة موجودة، محاولة رأسية هنا الطيب استلام، الطيب انتظار يلعب لنايف كويتي تسديد مرت وبعد ذلك التغطية. وفي هذه الأثناء نعم تأتي صافرة الختام بفوز المحرق ب4 أهداف مقابل هدف، وبالفعل ليلة القبض على الصدارة وتأتي الصدارة بالفوز على النجمة ب4 أهداف مقابل هدف.
والوصول للنقطة 26. كابتن هارك على الخسارة، حاولتوا تحسنون الصورة اللي ظهرتوا فيها على الشوط الأول من خلال الشوط الثاني، ولكن النتيجة بقت 4 أهداف وقدرتوا تسجلون هدف واحد. ايش سبب التراجع اليوم؟ اخوي اول 4 دقائق جول خيالها اوف سايد ما ادري، جول في 4 دقائق شوي يعني يربك الفرق، خاصة احنا داشين التعادل ما نبيه، فما بالك جولين 3 ورا بعض كل شيء راح. طلعنا من جنب راح داشين حق الفوز. مبارياتنا محرق دائما قوية، هاي مو بفريقنا اليوم اللي لعب بلعبنا ذي. احتجاج كان فيه على ركلة جزاء غير محتسبة، شلون شاهدت انت؟ مو هي الفرق، مو ركلة جزاء ولا 2 الفرق. احنا اليوم مو بلعبنا مو بفريقنا. مبروكين على الفوز اليوم، نتيجة كبيرة 4 أهداف، خلصتوا المباراة من خلال الشوط الأول. الله يبارك فيك، مش غريبة على النادي المحرق الحمد لله، يعني مجهود الرياضيين مجهود الطاقم الفني والنادي عاود المحرق للصدارة والحمد لله كل حال. بس الأهداف قابت الشوط الثاني، شو السبب؟ ممكن الرياضيين يحبوا يحافظوا على مردودهم البدني عشان المباراة اللي عندنا في الخليجية، المباراة الجاية ضد السلمية الكويتي، والحمد لله يعني انهيناها في الشوط الأول وارتحنا في الشوط الثاني. كابتن مبروكين على الفوز، ما عليك كلمتين مرة ثانية. كابتن اشوفك اليوم محتاج على التحكيم، شو صاير؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، شو مبارك حق محرق ونقول ما يصح الا الصحيح، الفرق الثاني ما عليه قادمه، لكن محرق بعد يستحق مكانه. انا محتاج على التحكيم، دقيقة 33 علي السمايجي طلع فوزي عايش برا الملعب، قال له روح افسخ الضغط داخل الغرفة. انا سؤالي دشوا داخل الغرفة قبل المباراة ايش سووا؟ سؤال بس حق لجنة التحكيم، جماعتنا وربعنا ونحبهم، ولكن مو باحتجاج بس نقول لهم نبهوا حكامكم لان اللاعب بالنسبه لي مهم. دقيقه 33 4 دقائق راح الغرفه ورجع، معناها سويت لي نقص في الملعب، فريت خطه المدرب وغيرت امور كثيره داخل الملعب. نرجو من لجنه الحكام تنتبه حق النقطه. ان شاء الله يوصل صوتي بخير المباراه. لازم يوصل، اذا ما يوصل مشكله علي، اذا انتم ما توصلونه من اللي وصله لهم. التقى فريقا الحد والحالة في ختام مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري، حيث يسعى الحد من كسب نقاط المباراة للاقتراب أكثر للصدارة، في المقابل يطمح الحالة في تحسين مركزه في سلم الترتيب. أسامة استياء من خلال وقت المباراة تأخر، برأيك شو السبب التأخير اليوم؟ ما في تنسيق، يعني هنا دخلنا عقب المباراة نسخن مو بعارفين متى بنلعب، لا الفريقين ما يدرون متى اللعب بيكون ولا الحكام يدرون، ولا يعني صراحة مشكلة، يعني هاي مو بواضح. هاي عيالنا هنا جايبينهم صغار، الحين الساعة كم؟ الحين 9:30 لحين ما بدينا الشوط الثاني، متى بنلعب؟ بس نوضح للمشاهد المباراة المفروض 8:10 صارت ليه ونص وما انطلقت. لا لعبنا 9، لا ما لعبنا 8:30 بعد، المفروض 8:10 حسب الجدول، لو الحد اليوم متأخر ولا شيء كان نهى المباراة ومشوا الحكام. يعني احنا نتحمل اخطاء، هم ما يتحملون الاخطاء. نتمنى هالشيء صح، خصوصا احنا ايضا ننظر يعني كتغطيه الكل منظر من هذه الناحيه. لا لازم هم يعرفون كلجنه مسابقات احنا ورانا دوامات، هنا مو جالسين في دوري محترفين هنا وحاطين ريل على ريل في البيت وقاعدين، بكره دوام. احنا اذا نخلص كم 10:30 11 نخلص من نوصل لحد متى؟ صعبه يعني صعبه صراحه. حتى التنسيق يعني انت كنفسيا لاعبين سخنوا والحكم اخترع لنا بدعه اليوم جديده. وقت المباراه الاولى يقول لك ما يبي يسخنون اللاعبين، احنا ما قد شفنا من بدينا في الدوري البحريني مباراتين فريق يسخن ورا الجول وفي المباراه اللعب عادي. ما هاي نظام جديد، احنا الصراحه ما يانا فاكس بالانظمه الجديد، شيء جديد يعني علينا. انطلقت احبائنا الكرام بصافره سيد عدنان السكندري. البداية كانت سريعة من جانب الحد، وذلك عندما تمكن عبد الله هزاع من تسجيل أولى أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة. في هذا اليوم أن تكون للحالة كلمة أخرى خطيرة، هدف أول، الأمور مفتوحة تماما في عمق الحالة. لاحظ فقط المدافعين هم اللي يتواجدون من أمام الكرة الماضية، كرة كانت رائعة، وبعد ذلك عبد الله هزاع يسجل الهدف الأول فقط في الدقيقة الرابعة، وهو يرتدي الشعار رقم 4
يسجل الهدف الأول. لاحظ الكرة الرائعة، لاحظ أيضا الأمور المفتوحة تماما في منتصف الحالة من خلال العمق الموجود. حاول بعدها لاعبو الحالة من إدراك هدف التعادل من خلال الوصول للمرمى الحداوي في أكثر من مناسبة. إلى الأمام خطيرة، مرت كرة الحالة إلى خارج أرضية الملعب. هذه المرة من راكان مفلح، لم يفلح في إسكان الكرة في الشباك. المالون يحول كرة لفاغنر، فعلا هي مدروسة تماما بالنسبة للحد في اللمسة الأخيرة. تأتي لفاغنر، يحول كرة إلى الخلف للمالون، لمسة أخرى عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى حارس المرمى عبد الله الشيمع. فعلا هي مدروسة تماما. طبعا الحداوية يسعون للمنافسة من أجل العودة لصدارة الترتيب. عبد الحفيظ يسند الكرة إلى خارج أرضية الملعب. فريق الحداوي كان متشبث بالصدارة، يحول كرة والكرة عالية إلى جوليانو، رأسية يهيئها جوليانو، عادت مرة ثانية إلى المالون، تدخل آخر من جوليانو، العرضية خطيرة مرت إلى الأمام. الكرة لا زالت مستمرة في الخطورة لمصلحة نادي الحد الآن في الجانب الأيسر لعويناتي، تدخل أخير يأتي برأسية يفقد كرة الماضية لهزاع، يمر الكرة عبد الله إلى الجهة اليسرى لفاغنر. فاغنر يعتمد على نفسه، وهو القادم من النصر السعودي. تسديدة فاغنر، عياش يحول كورته، مرت من أمام عبد الرحمن مبارك لجوليانو، لمسة هي خطيرة الآن لمصلحة الحالة، قد يكون فيها هدف تعديل في منتصف أرضية الملعب. عبد السلام لفاغنر، فاغنر يتقدم بكورته، هي خطيرة، يتقدم إلى الأمام إلى مشيمع، المحاولة مرت عبد الوهاب المالون، يمر الكرة الرائعة هناك في الجانب الأيسر، هي خطيرة مرت من أمام عبد الحفيظ وإلى خارج أرضية الملعب. كابتن أسامة، الشوط الأول انتهى بتقدمكم بهدف دون مقابل، أعتقد الأداء اليوم هل يرضيكم من خلال الشوط الأول؟ والله الصراحة أنا مو براضينا، بالنسبة لي أنا ما مقتنع من أداء ربعنا ومو عاجبيني لحد الآن. أعتقد خط الدفاع يمكن ماشي جيد، خط النص بس التراخي اللي قاعد يصير فوق أتمنى إنه ما يرد علينا عكسي في الشوط الثاني. الهدف هي مبكر، يعني في الدقيقة الرابعة المفروض أنت تحافظ على الهدف وتزيد الأهداف يعني. المفروض، لكن نفس ما قلت لك يعني اشوف الجماعه اللي فوق قاعدين تراخي يعني وايد ما له داعي، يعني المفروض يسجلون يستغلون الفرص يعني يخلصون المباراه ويريحونا هنا. كابتن يعطيك العافيه، الشوط الاول خرجتوا متخلفين بهدف، بين الشوطين شو اللي قال لكم المدرب في الاستراحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فرق الحد كانت فرصه واحده استغلوا وسجلوا هدف، عندنا 45 دقيقه، احنا عازمين ان شاء الله ناخذ النتيجه باي طريقه، وان شاء الله احنا قد وقدود وعندنا لاعبين اللي يقدروا يجيبوا النتيجه ان شاء الله. التغيير في التشكيله راح يكون هجومي اكثر؟ التشكيله احنا من بدايه المباراه احنا لاعبين هجوم، ما راجعين ورا، بس احنا يبغى لنا شويه يعني اللمسه الاخيره نجيبها في الجول ان شاء الله، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. بالتوفيق. الشوط الثاني شهد تحسنا في المستوى من الطرفين، فالحد دخل من أجل إضافة هدف ثاني، في حين دخل الحالة محاولا تعديل النتيجة. في هدف لا شيء فعلا، وعبد الرحمن مبارك أمام الكرة القادمة، لدينا كرة ثابتة، الأنظار تتجه لكرة عبو، وصلت إلى حارس المرمى، خطأ من مواليد 93 هذا اللاعب. محاولة يوسف تحول بعد ذلك، تسديده وصلت الى عباس، هي خطيره لعبد الرحمن المتسلل في الكره الماضيه. فعلا باعتقادي سيكون يوسف يعقوب بامتيازاته الحاضره في هذا اللقاء ومن خلال الادوات الموجوده
يبحث عن تعديل النتيجة القادمة لعبد الرحمن، ضاعت على عبد الرحمن مبارك. عادت مرة أخرى البحث عن تقدم فاجنر، المحاولة مستمرة من هذا اللاعب اللي يستلم الكرة بشكل رائع إلى المالون، كرة هدف ثاني. أوه، ضاعت فرصة ل2-0، ضاعت هدف أو كرة ل2-0 للمالون في محاولة كانت خطيرة. الحالة اللي يبحث عن تعديل نتيجة هذه المباراة، كرة عرضية ركلة ركنية للسعدون، يحاول كرة داخل منطقة الجزاء. كرات الحالة هي الأخطر فعلا. عبد الله الصقر هو اللي ينزل إلى أرضية الملعب. فاجنر عند التنفيذ وجوليانو فاجنر، كرة هدف ثاني. لا والله، المحاولة مستمرة لمصلحة الحالة ليظهر بشكل رائع في الشوط الثاني. إلى زويد بنفسه يمر كورته، هي خطيرة وتسديدة وصلت إلى عباس أحمد وعلى دفعتين، والرأسية تأتي وتلعب بعد ذلك في الجانب الأيمن. لا زال الحد الآن بمحاولة أخيرة قد تكون داخل منطقة الجزاء. العارضة هذه المرة تعيد كرة المالون إلى حبيب نصيب. واستطاع النيجيري عبد الحفيظ عبد السلام من إضافة الهدف الثاني بعد أن خطف الكرة من المدافع الحلاوي وأودع الكرة داخل الشباك. عادت مرة ثانية فيها تقدم، خطيرة الثانية لعبد الحفيظ. فعلا هي كرة عبد الحفيظ، استغل الخطأ الماضي ويسجل الهدف الثاني. إن لم تسجل فشباكك تستقبل الأهداف. فعلا الحالة هو اللي كان يهدر الفرص، ولكن الأهداف تأتي بقدم عبد الحفيظ عبد السلام، يسجل الهدف الثاني لمصلحة الحد. عيسى مصبح فعلا خلاص، يعني الحد الآن بعد تسجيل الهدف الثاني والكرة هدف ثالث أيضا قادمة. المحاولة لا زالت مستمرة فيها التقدم، لمسة تأتي في الجانب الأيمن، البحث عن العرضية خطيرة، مرت في الأمام ورأسية عبد الحفيظ أيضا جاءت خطيرة. وقبل نهاية المباراة بدقائق كاد الحالة أن يقلص النتيجة بعد كرة ثابتة، إلا أن القائم وقف للكرة بالمرصاد، وأتت بعد ذلك الصافرة معلنة عن اقتراب تسونامي الحداوي من الصدارة وتواصل التراجع للبرتغالي. فرص للحالة في الشوط الثاني من المباراة. لاحظ الكرة عادت من القائم وعبد الحفيظ ينتظر كرة قادمة في الجانب الأيمن، ما فيها راية، كرة هدف ثالث قد تكون حاضرة. جيسي جون ينتظر الكرة وتسديدة عبد الحفيظ تأتي هي الأخيرة في هذه المباراة وتتحول إلى خارج أرضيات الملعب. ركلة مرمى تنهي من خلال هذه المباراة بفوز نادي الحد ب2-0. اليوم ما أديتوا بالشكل اللي كنتوا تتمنون تظهرون فيه اليوم. والله الشباب ما قصروا الصراحة، والفريقين لعبوا مباراة جيدة. كنا نتمنى الفوز صراحة، بس الحمد لله على كل حال. عندنا إن شاء الله احنا مباراة جاية ضد فريق القطري في قطر إن شاء الله، وإن شاء الله نحاول نعدل من أخطائنا ونعوض إن شاء الله في قطر إن شاء الله. المشاركة الخليجية أثرت عليكم كأداء في الدوري؟ بالعكس والله صدق يعني كمجهود، لأن المباراة اللي فاتت فترة كانت قصيرة بين المباراة اللي ضد قطر وبين الحين المباراة، بس إن شاء الله يعني استفدنا يعني من الفريق القطري وايد، وإن شاء الله نعوض بعد ونشرف البحرين إن شاء الله. مبروكين على الفوز اليوم، خذيتوا النقاط وأعتقد اليوم أديتوا أداء تستحقون على الفوز. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني رب العالمين من عقب مباراة البحرين وايد يعني حطينا على روحنا، يعني كنا يعني حاطين في بالنا الصدارة، احنا نبي الدوري إن شاء الله، ولا كله مجتهد نصيب إن شاء الله. المباراة الجاية دائما تكون صعبة خصوصا في المراحل الأخيرة من الدوري. لا إن شاء الله المباراة الجاية يبي لها لياقة طبعا، لأن يعني خاصة في البحرين يقولون الفريق الصغير يعني ما له نفس. لا إن شاء الله احنا يعني بنأدي حق المباريات عادل، وإن شاء الله قادرين تثبتون العكس، قادرين ان نفسكم طويل يعني. اي قادرين ان شاء الله. اول شيء في البدايه مبروكين على الفوز، واليوم النقاط قدرتوا تاخذونها بجداره يعني. كلمنا عن المباراه وشلون شفت فريقك اليوم. الله يبارك فيكم. اول شيء نشكر اللاعبين والجهاز الفني والرئيس واعضاء مجلس الاداره على الجهود، يعني وما قصروا الصراحه. يعني شفت المباراه من البدايه، اول شيء جبنا هدف، فريق تراجع،
تم تراجع لعبوا الحاله وطى علينا، صححنا الاخطاء بين الشوطين، المدرب صحح الاخطاء وذي، ردينا في الشوط الثاني صار اللعب متقاسم بين الفريقين. الحمد لله الجول الثاني اللي جبناه شوي هدى الامور وريح اعصابنا مثل ما يقولون. اليوم المكسب شفنا جيسي جون موجود في المباراه. جيسي جون ان شاء الله يعني ترخيله بالتدريج، انا يبيني على التدريج يعني ما نقدر نجيبه مره واحده من بعد اصابه، وان شاء الله نشوفها في المباريات القادمه ان شاء الله بيكون الاساسي ان شاء الله. اعتقد عدنان متحسر اليوم في شيء واحد، غياب المولود في مباراه محرق في بطوله كاس جلاله الملك. والله شو اقول لك، احنا متكلمين ومتحذرين عن ذا الموضوع، يعني هو عندنا انذارين وقلنا له عن الانذار الثالث، وعندنا مباراه مهمه ويا فريق محرر في كاس جلاله الملك، وهاي بعد الله اللي كاتب يصير صار، يعني ان الفاول ما يعني ما له داعي انه يسوي في ذي الفاول، ما له داعي يصير ذي الفاول، لكن الله كاتب انه يصير كذي. نظام حمل الانذارات في بطوله الكاس هل هو ظلم للفرق؟ والله شو اقول لك، هذا عاد هاي شيء راجع حق الاتحاد، احنا نتمنى ان هذا يعزلون عن الدوري بروحه والكاس بروحه، ما يتدخل هذه والانذارات حتى الموسم الجاي يعني الترحل حق شنو؟ تاثر حتى على الفريق، يعني توقف لك اذا على مباراه او مبارتين او شيء، حط الكاس بروحه وحط الدوري بروحه انذاراته. اتمنى يعني ذا الشيء. بهذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام هذه التغطيه، والتي من خلالها قمنا بتغطيه الجوله 11 من مسابقه الدوري.